بسم الله. نبدأ بالفيلم ولا تنسوا الصلاة على النبي. في يوم من الأيام انطلقت عائلة عالم المحيطات توم، زوجته جوليا وطفليه كاسي وبن في رحلة على يخت في البحر الكاريبي. بينما كان توم وبن مشغولين بالصيد وكاسي غارقة في جهازها، راحت جوليا للسباحة. فجأة حست جوليا بحاجة غريبة، بصت حواليها، لكن البحر كان هادي زي ما هو. مع ذلك كان عندها إحساس قوي بالخوف، كأن حاجة كبيرة وخطيرة بتمشي حواليها. في نفس الوقت بدأت الأدوات على اليخت تشتغل بطريقة غريبة، لكن توم كان مشغول بالصيد وما لاحظش ده. في اللحظة دي بدأت جوليا تحس إنها هتغرق. صرخت، لكن العيلة ما سمعوهاش. حسيت المياه كأنها بتتحرك وبتجذبها بعيد عن اليخت. ومع تدهور الوضع أخيرا سمع توم صوتها. ركض ناحية المقود واتجه اليخت ناحية جوليا اللي كانت بعيدة. غاص توم في المية، ومع مساعدة الأطفال قدروا يسحبوا جوليا لليخت ويفقوها. كان توم زعلان لأنه دايما بيطلب من السباحين إنهم يبلغوا بعض لو دخلوا المية. اعتذرت جوليا وتم نسيان الحادث ده بسرعة. غير كده كان في سبب للاحتفال. النهاردة كان عيد ميلاد بن الثالث عشر. أشعل توم الشموع على طورته وهنأ الجميع بن اللي استلم الهدايا، بينما كاسي صورت صورة جماعية للعيلة السعيدة. في اللحظة دي اتصل بيها صديق كاسي، سألها عن السباحة، لكن فجأة بدأت عاصفة مفاجئة وشديدة في الخلفية. حست كاسي بالقلق، لكن صديقها طمأنها إنه بأمان. تم قطع الاتصال. قالت كاسي لوالديها عن العاصفة على اليابسة، لكن بعدين حست العيلة ببعض الاهتزازات. ركضوا على السطح ولقوا جثث حيتان ضخمة طالعة على سطح المية حوالي اليخت. شرح توم إن الحيتان أوقات بتخبط أثناء العواصف، لكن الحيوانات دي كانت بتدفع اليخت، مهددة سلامتهم. غاص توم في المية ورجع مصاب وهو بيحاول يعرف إيه اللي بيحصل. جرح نفسه على المروحة. قامت جوليا بخياطة الجرح على كتف جوزها، وشرح ليها إن أعمدة اليخت باينة معوجة، على الأرجح بسبب ضربة ذيل. دلوقتي بقى من غير المحتمل إنهم يقدروا يبحروا بعيد. في اللحظة دي حاولت كاسي تسترجع الاتصال، لكن ما كانش في إشارة. كمان الراديو ما كانش بيستقبل إشارات. بدأ توم يحسب مؤونتهم. كان في كفاية من المية لمدة 4 أيام، مفيش أكتر. لكنهم كانوا في مسار الشحن، يعني أكيد حد هيلاقيهم. مع ذلك كانت في أصوات غريبة جاية من الخارج، ولما خرجت العيلة على السطح شافوا حاجات مضيئة بتسقط من السماء. كانت بتسقط أقرب وأقرب. وقرر توم وهو بيخاطر يشغل المحرك. قدر يوجه اليخت بعيد عن النيزك الجاي، لكن المحرك اتضرر في الآخر. سقط الكائن الجاي قريب لدرجة إن العيلة شافت إنه أقمار صناعية اصطناعية للأرض. بدأ الرياح تعصف، وبدأت الأدوات تشتغل بشكل غير طبيعي. اختبأت العيلة المفزوعة جوه اليخت اللي كان بيتقلب في الأمواج. لبسوا سترات النجاة واستعدوا للأسوأ لما سمعوا صوت رنين غريب اللي خلاهم يدمعوا وإنهم يحسوا بالغثيان. حاول توم يرسل إشارة للمساعدة باستخدام مسدس الإشارة، لكن كله كان عبث. بالكاد نجت العيلة من الليلة. في الصبح كانوا مرتاحين لأنهم على إيد الحياة، لكن كان في ثقب ضخم في جنب اليخت، وكان من غير الواضح ليه لسه عائم. خرجت العيلة وشافت حاجة مدهشة. المياه اختفت، وكان قريبهم واقف على نطوء صخري في صحراء صخرية، حس كان البحر قبل كده. بعد فترة حاول توم يطمن عائلته، قائلا إن مش كل الناس ماتت. أخد قياسات ولاحظ إن البوصلة بتكدب، الشمال مش في مكانه المفروض. ده معناه إن الأقطاب الأرضية اتغيرت. حصل حاجة زي دي على الأرض قبل كده، لكن من زمن بعيد. تبين إن البحر رجع لمكان الأرض فيه، ومن المحتمل إن الإنسانية انتهت. ما قدرتش كاسي تتحمل الكشف ده، وركضت على الكبينة طالبة إنها تفضل لوحدها. راحت جوليا تعد المؤن المتبقية، بينما أطلق بالمجموعة من البالونات الملونة في السماء، على أمل إن الناجين يجوا يساعدوهم. في اللحظة دي حاول توم يطمن القبطان لو في إمكانية لإنقاذ الأطفال. شرح ناتو إن الغواصة صغيرة جدا، كانوا تحت المياه العميقة لما حصلت الكارثة، علشان كده نجوا. مع ذلك فشلت كل أنظمة الاتصال، وكان مستحيل توقع المساعدة. بناء على حساباته البحر هيرجع بعد حوالي أسبوع، وهيكون قاسي. علشان كده نصحهم بالبحث عن مكان مرتفع والبقاء هناك. أمرت جوليا الأطفال يحزموا حاجاتهم. سأل توم القبطان إذا كان ممكن يقدر ينقذ أطفاله. شرح لوناتو إنه لازم ياخد شخص واحد بس. بعد شوية إقناع أقنع توم ناتو بأخذ الأطفال الاتنين وقدم إحداثياته.
رسم توم المسار على الخريطة البحرية ووعد بالوصول للموقع في يومين. في صباح اليوم التاني كانت العيلة تقريبا جاهزة للانطلاق في رحلتهم. خرج توم على السطح وفجأة شاف راجل مع كلب بيقرب. سار نحوه وحياه، لكنه لاحظ إن الراجل مصاب. عرض عليه شوية مية، شرب الراجل المية وبعدين فجأة لكم توم في وشه اللي شافته جوليا. ركضت ناحيته بينما غرز الراجل رمحا بدائيا في صدر توم. أبقى الكلب جوليا بعيدة، لكنها تجمدت في رعب وهي تدرك إنه مفيش أمل في إنقاذ جوزها. ركضت لجوه اليخت، تبعها الرجل وأصاب ذراعها. مع ذلك طلعت جوليا على السطح وركض الأطفال ناحيتها علشان يسمعوا صراخها. مع بعض قفلوا الأبواب على الكوبينة. بعد كده أخفت جوليا كاسي وبن في الخزانة، وأعطت بنتها مسدس الإشارة، وأمرت إنها تطلقه بس لو في حالة ضرورية. في اللحظة دي حاول القاتل تحطيم الأبواب ونجح في الآخر. اختبأت جوليا في الحمام الخلفي وغرزت جرحها. دخل للكابينة، لكن المرأة قفزت للبحر مختبئة تحت اليخت. نظر القاتل من الفتحة لكنه ملقاهاش. مع ذلك هاجم الكلب جوليا اللي أجبرتها على قتله. سمع الراجل نباح الكلب، خرج بره ولاقي الجثة. في اللحظة دي تسلقت جوليا على اليخت من النافذة في الجهة التانية. سقطت مباشرة في يد القاتل. ضربها ورماها على أريكة وأمسك بعنقها عايز يخنقها. شافت كاسي ده وأدركت مفيش خيارات تانية. فتحت الخزانة وأطلقت النار عليه. جعلت الرصاص الراجل يتدحرج على الجنب، لكن الشعلة أشعلت اليخت بالنيران. أمرت جوليا الأطفال بالفرار بينما تسلقت على اليخت. أخذت الحقائب المعبأة وقفزت في البحر حيث لقى بن جثة والده. ركضت كاسي ناحيتها وذرفت الدموع عليها. قبلت جوليا جوزها الراحل، لكن لما شافت القاتل يقفز من اليخت المشتعل أخذت الأطفال وركضت. انفجر القارب وراهم. ركضت العيلة عبر الصحراء الصخرية وسرعان ما لجأوا لمكان في وادي صخري حيث في جدول صغير. مع ذلك كان الماء مالح وغير صالح للشرب. شاركت كاسي شوية مية مع أخوها، لكنه رفض يشرب. حس الولد بالذنب وكان فاكر إن القاتل جه عشان شاف البالونات. شاركت كاسي نفس الرأي، لكن جوليا أمرتها تتوقف ودافعت عن ابنها وأوضحت له إنه مفيش قصد. طلبت من الأطفال يجمعوا نفسهم لأنهم قدامهم رحلة طويلة. في النهاية لقوا هيكل طائرة تحطمت في البحر من زمان وزحفوا جواها عشان يرتاحوا. جوليا بترتاح وبتشوف آخر صورة للعيلة، وبترجع بذاكرتها لقصتها مع توم اللي حصلت في المستشفى بتاعها لما جابوه توم مع مرض نقص الضغط بعد غطسة فاشلة. الأطفال بدأوا يبكوا وهم فاكرين أبوهم وقالوا وداعهم الأخير ليه. بالليل كاسي صحيت على صوت ورجعت بره علشان تقعد جنب الطيارة. من الظلام القاتل اقترب منها، مش واخد باله إن البنت كانت فخ. هو كان بيستعد يمسكها، جوليا هجمته وطعنته بالسكين. في الصباح العيلة جهزت عشان تكمل رحلتها، لكن اكتشفوا إن جثة القاتل اتنهشت، وده كان علامة على إن في حاجة أخطر من البشر مختفية في الصحراء. تحركوا تاني. جوليا بصت على الخريطة وفجأة بن جرى لقدام. أمه نادت عليه يقف، لكن الولد جرى ناحية بركة مياه مملحة وشرب منها شوية. جوليا جرته بعيد، لكن الولد مرض. بعد شوية لقوا كام كرسي بلاستيك وبنوا مأوى مؤقت عشان يحتموا من الشمس وقعدوا جواه. فجأة جوليا سمعت أصوات غريبة. خرجت بره علشان تشوف حاجة خلتها تصحي الأطفال. لما فهمت الخطر الجديد بدأوا يجروا. قريب شافوا سفينة كبيرة في المسافة محاطة بحاويات محطمة وشوية ناس ضايعين. جوليا نادي عليهم، لكنهم لما شافوا آلاف من السرطانات العملاقة جريوا على حاوية وقفلوا الأبواب متجاهلين طلبات جوليا للمساعدة. التلاتة طلعوا على الحاوية، لكن السرطانات قدروا يجرحوا جوليا في رجليها. مع ذلك جوليا وكاسي وبان قعدوا فوق وشافوا السرطانات بتخترق الباب وتقتل كل اللي جوه رغم محاولات الناس في الدفاع عن نفسهم. جوليا ربطت إشارب على رجلها وغش عليها. في اليوم اللي بعده صحيت لوحدها مرعوبة وندت على الأطفال، لكن اكتشفت إن السرطانات اتحركت والأطفال نزلوا علشان يداروا على أكل وسلاح. جوليا بتعالج جرحها بينما بن بيفحص الأسلحة اللي لقوها. وهما بيقلبوا في الحاويات لقوا شوية أكل ومياه في جيب واحد من الموتى. جوليا لقيت راديو واتصلت بناتو. هو رد وقال إنه اتهاجم من نفس المخلوقات البحرية. بناء على ملاحظاته البحر هيرجع قريب، وده السبب في ظهور الكائنات دي. جوليا بتطلب منه ينقذ أطفالها، لكن مش عارفة تروح فين لأنها ضيعت الخريطة. ناتو
طلق إشارة ضوء وبان شاف الاتجاه، والعيلة جريت نحوه. قريب شافوا غواصة صفراء في المسافة، لكن الوصول ليها كان صعب بسبب طبيعة الأرض اللي كانت تحت البحر. كاسي مش عاجبها كلام أمها عن إنقاذ الأطفال، لكن جوليا رفضت ترد عليها ودفعته عشان يكملوا. اضطرت العيلة تمر من خلال وادي ملوث بالنفايات السامة. في لحظة انقلبوا في انهيار صخري، وجوليا اتفصلت عن الأطفال. أمرتهم يكملوا، ولما كاسي رفضت جوليا طلبت منها تساعد أخوها. كاسي وبن خرجوا من الوادي ووصلوا للغواصة، لكن جوه مفيش حد. فجأة ناتو مصاب إصابة بالغة ظهر من ورا المركب. اعترف إنه ملوش فرصة للنجاة وطلب منهم يطلعوا، لكن كاسي رجعت علشان أمها اللي كانت بتدافع عن نفسها ضد السرطانات وذخائرها قربت تخلص. كاسي طلعت على السور الصخري ومدت إيديها لأمها. قدروا يوصلوا للغواصة في اللحظة اللي السرطانات اغتالت ناتو. العيلة طلعت على متن الغواصة، ولسه في اللحظة دي موجة بحرية كبيرة ظهرت من الأفق. المية رفعت الغواصة وجرتها عبر الصخور. جوليا كانت بتتفرج، وكل اللي حصل خلال الأيام اللي فاتت مر قدام عينيها. سقطت فاقدة للوعي. لما صحيت لقت المركب واقف. جوليا فتحت البوابة وطلعت العيلة، لقت نفسها في مدينة مدمرة جابتهم الموجة هناك. رغم الفكرة الممتازة، الفيلم فشل في التأثير بسبب الأخطاء الكثيرة اللي وقع فيها صناع الفيلم.